وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للتفكير. حلقتنا اليوم أتكلم بتأمل في وقت حزني. في أوقاتي الصعبة وفي وقت حزني أصلي، وفي ظروفي القاسية أرفع صوتي إليك ربي وإلهي. في وسط الإحباط والحيرة من كل اللي يصير من حواليا، هناك أشوفك وألقاك يا إلهي. ألقاك تترفق علي وتشعرني بدفء محبتك وبعطفك اللي ما له حدود. وألتمس أمانتك وحمايتك بكل زاوية من زوايا حياتي، وأقول مع المرنم: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. أنت وعدت إنك تفيض بروحك القدوس في داخل ضميري وعقلي وقلبي، وتملاني بقوة تشجيعك حتى تدفعني من جديد. راح أقوم من حياة الفشل والانهزامية إلى قوة القيامة وفرحها اللي يدوم للأبد. ما أعظم روحك القدوس لما يفيض ويعمل، تبدي أمور جديدة ومدهشة وحلوة تصير وتظهر مثل الثمار اللي تليق بالتوبة في حياتي. لأن الإيمان الحقيقي هو إبداع وفرح وسلام، وأسمع كلامك وأنت تنادي: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطني أنهار ماء حي. ولمن أتأمل في السماء أشعر كأنك تتناديني من بعيد، وينزل صوتك الرقيق الحنون مثل النور اللي يخترق الظلام. صوتك يخترق قلبي ويبدل الأسى والحزن إلى ابتهاج وفرح حقيقي. ومثل ما رنم عبدك حبقوق في سفره لما نعبر عن ابتهاجه بجلالك وسط اليأس في وسط الأحزان، وقال: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب سيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على المرتفعات. فأنت يا رب ملتزم بشعبك ومتواجد دائما حتى تتدخل في الأوقات الحرجة وأوقات الضيق، وأسمعك تعزيني وتشجعني بكلامك المقدس وانت تقول: لأني أسكب ماء على العطشان وسيولا على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك، فينبتون بين العشب
مثل الصفصاف على مجاري المياه. يا رب يسوع، ردت أن أعبر عن مدى شكري وامتناني إلك بهالكلمات البسيطة، لأني ما أقدر أن أوفيك جميلك علي أبدا. وإذا ردت أن أكتب عن قصص اختباراتي الرائعة معك كل يوم، رح أكتب الكثير ورح أنسى الكثير، لأنها كثيرة أكثر من الرمل اللي على الشاطئ. لكن بكل بساطة أنت إلهي، إله كل تعزية وإله كل تشجيع. شكرا يا رب، لأنك أنت إله مبارك. والكتاب المقدس يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، أبو الرأفة وإله كل تعزية. يا رب يسوع، اقبل مني هاي الصلاة. يا رب يسوع، شكرا لأجل كل شيء تصنعه في حياتي. كل نسمة هواء أتنفسها هي بفضلك. كل قدرة في جسدي الضعيف هي من عندك. كل نعمة أنا دا أعيشها أنت مصدرها. أنت مصدر كل إنعام. أنت مصدر كل الحياة اللي دا أعيشها يا رب. يا رب، لا تخليني أضعف في الطريق، لا تخليني أنتبه للعالم وإبليس وصوت العالم، لكن خلي أذاني قريبة منك. أسمع كلامك المكتوب بين إيدي في كتابك المقدس، وخليني كل يوم أفتح عيوني على يوم جديد، بركة جديدة بانتظاري، وأكون شاكر إلك إذا أنت رح تستخدمني في حقلك، في عملك، وفي ملكوتك يا رب. يا رب، اقبل مني شكر قلبي اللي ما عندي غير هالشكر اللي أقدمه إلك، وحياتي أقدمها إلك رخيصة، مع أنك دفعت بها ثمن غالي جدا، ثمن دم ابنك يسوع المسيح على الصليب. ولاسمك أعطي المجد. آمين. ملتقانا وياكم في حلقة جديدة. اترككم برعاية الرب يسوع ونعمته. آمين. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفي من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو، إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. عند رجوعي تمسح دموعي وترثني، تشبع جوعي ربي يسوعي.
إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك أراك دربي ونسمتي من كل قلبي أهديك حبي وبسمتي ربي أراك دربي ونسمتي أهديك حبي وبسمتي إلي تدنو إليك أرنو مسلما لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب أعني وخذ يدي بيدك لست لذاتي وشهواتي بل ها حياتي ملكك يا رب إني لك أعني وخذ يدي بيدك